من بعد اللي حصل مع قضية الطفل البطل ياسين، السوشيال ميديا كلها شغالة حملات توعية للأمهات ازاي تتصرف مع أولادها في المواقف اللي شبه دي. بس في حاجة مهمة أوي هم نسوها ومشوفتش حد اتكلم عنها، هي دور الأب في توعية ابنه إن هو يكون أمان لابنه ودرع حماية ليه. وخليني أقولك في كام نقطة كده بسرعة، لو أنت أب إزاي تقرب من ابنك وتكون فعلا مصدر أمان وحماية ليه. أول حاجة، لو عاوز ابنك يحكي لك على الحاجات اللي بتحصل معاه في يومه، محتاج أنت كمان تشاركه إيه اللي بيحصل معاك في يومك. محتاج تشاركه حاجات مرت عليك وأنت في المرحلة العمرية اللي هو فيها، وتقول له أنا غلطت في الموقف ده وتعلمت منه الدرس ده. وطبيعي إن إحنا بنغلط، المهم إن إحنا نتعلم من غلطاتنا. فلو غلطت ما تخافش إن أنت تيجي تحكي لي. الحاجة التانية إن أنت تصاحبه بجد، تنزل تخرج معاه في الأماكن اللي هو بيحبها، تلعب معاه الألعاب اللي هو بيحبها، تديله وقت بجد، وقت مخصص ليه هو. طب الأهم بقى من كده، لما يجي يحكي لك عن الغلط اللي هو عمله هتتصرف معاه ازاي عشان يجي لك تاني ويحكي لك. انك تسمعه، بس تسمعه عشان تفهمه، تفهمه بجد هو عايز يقول لك ايه، مش عشان تديله نصيحة او عشان تعلمه دروس. فهم ابنك عايز يقول لك ايه ومحتاج منك ايه. طب عمل حاجة وفعلا غلط، مهم قوي هنا ان انا افرق بين حاجتين، ان انا احكم على ابني وان انا احكم على الموقف اللي ابني عمله. يعني من الاخر كده ما تقولوش انت غبي، انت جبان، انت ضعيف، لا، انت في الموقف ده ما اتصرفتش بذكاء. تعال نفكر مع بعض ازاي المرة الجاية نتصرف احسن من كده. لما يلاقيني انا بقول له تعال نفكر مع بعض، ده بيقربه مني اكتر وبيشجعه ان هو يتكلم معايا. لما يحس ان انا بقدر تفكيره وبحترم الخطوات الصغيرة حتى اللي هو عايز يعملها، بيخليني صاحبه بجد. ولما اوصل عند المراحل دي بيبقى سهل قوي ان انا اتكلم معاه في التوعية من المناطق الحساسة عنده، ان ما ينفعش حد يلمس المناطق دي، ان ما ينفعش يدخل الحمام مع حد، انه ما يغيرش هدومه قدام حد. الاب مش بس فلوس، الاب مساحة امان ودرع حماية. نسيت أقول لكم صح، لو استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تبعتوه لأب نفسه يقرب من ابنه بس مش عارف إزاي.